ليه دايما بنسمع عن ناس كتير بتبقى ضحايا لنصابين؟ نصابين بجميع الأشكال، ضحايا لشركات استثمار، ضحايا لشركات استثمار عقاري، وظهور مصطلح في مصر مؤخرا اسمه المستريح. المستريح ده شخص بيدعي انه يقدر ياخد فلوسك لفترة زمنية معينة ويجيب لك أرباح ضخمة. بيدعي اللي هو ممكن يستثمر فلوسك لمدة شهرين 3 ويجيب لك أرباح 50%، أرباح 100%. ليه ناس كتير لسه لحد دلوقتي بتصدق بالحاجات اللي زي دي؟ أسهل طريقة للإجابة على السؤال ده هي بسبب الجشع والطمع، ودي إجابة فيها جزء كبير من الصحة. لكن اللي احنا هنحاول نتكلم فيه النهاردة إن مهما كانت دراستك ومهما كنت مركز، في لسه طرق جديدة ممكن النصابين يكتشفوها وتقع انت ضحية ليها. وهنتكلم برضو النهاردة ايه الطرق اللي انت ممكن تتبعها علشان نقلل من احتمالية انك تبقى الضحية التالية. اول واشهر طريقة للنصب معانا هي بونزي سكيم. بونزي سكيم دي جت من شخص اسمه تشارلز بونزي. الشخص ده كان بيدعي انه في خلال 45 يوم بس يقدر يرجع لك عوائد 50%. فناس كتيرة صدقته، وفعلا في البداية كان بيديهم أرباح. الناس دي عرفت أصحابهم، عرفت قرايبهم، جمعت ناس كتير. وهو اللي كان بيعمله كان بياخد فلوس المستثمرين الجداد يديها للمستثمرين القدام. وفضل البونز سكيم ده يكبر لحد في النهاية ما اتكشف، والراجل ده طبعا دخل السجن والناس خسرت فلوسها. الطريقة دي لو جينا بصينا لها ممكن نشوف اللي هي حاجة بسيطة، وانا كشخص متعلم كشخص مثقف عمري ما هقع في حاجة زي دي. بس في الحقيقة ده مش الواقع. الواقع اللي فيه ناس كتيرة فعلا لسه لحد النهاردة بتقع في حاجة زي دي. طيب احنا ايه الطرق اللي احنا لو عملناها ممكن نعرف ان الشخص ده نصاب من البداية خالص بدون ما نخش في تفاصيل؟ يعني اسهل حاجة في القصة دي لو جينا بصينا، هو بيدعي اللي هو يقدر يجيب لك 50% في فترة زمنية قصيرة. يعني يجيب لك 50% في خلال 45 يوم. طيب لو جينا بصينا لها كده 50% في خلال 45 يوم، يعني هو يقدر يضاعف فلوسه كذا مرة في السنة. طيب ليه الشخص ده ما يضاعفش فلوسه لنفسه في خلال 10 سنين أو 15 سنة؟ هيبقى من أغنى أغنياء العالم. ليه هو محتاج الناس عشان يستثمر لهم فلوسهم؟ فدي أول طريقة، دي أول طريقة من خلالها نعرف إن الشخص ده نصاب أو عنده حاجة شيدي، مش مع كلامه مش ثقة. الأرقام ده أول خط دفاع عندنا. 50% كل 45 يوم ده حاجة مش حقيقية. طيب افترضنا ظهر شخص تاني وقال لك أنا هديك 10%. 10% ممكن يبان رقم منطقي، هديك 10% كل شهر. طيب لو جينا بصينا للموضوع 10% كل شهر أو حتى 5% كل شهر، الرقم ده يبان از 10% أو 5% ما يبانش رقم ضخم. بس لو جينا بصينا للصورة الكبيرة هنكتشف ان 10% او 5% كل شهر دي ممكن تبقى اكتر من 100%، اكتر من 200% كل سنة. يعني 5% كل شهر مع كومباوند انترست، لو جيت تحسبها هتكتشف ان الشخص ده يقدر يحقق سنويا ارقام ضخمة. طب بنفس الفكرة برضو، يبقى ليه ما يستثمرش فلوسه هو ويضاعف فلوسه، وفي خلال 10-15 سنة هيقدر يبقى من أغنى أغنياء العالم؟ فدي أول خط دفاع لنا زي ما قلنا هي الأرقام. لو افترضنا إن النصاب مش بالغباء الكافي إنه يدعي إنه يحقق لك 50% ربح في خلال 45 يوم، أكيد ده مش هيبقى سبب كافي إنك تروح تستثمر فلوسك معاه. بالعكس، أنت لازم تحاول تقرأ إزاي تدير فلوسك، لازم تحاول تقرأ في البيرسونال فاينانس وتتعلم إزاي تقدر تدير فلوسك. من أشهر الكتب في البيرسونال فاينانس كتاب ريتش داد بور داد لمؤلفه روبرت كيوساكي. الكتاب ده فيه أفكار كتير مفيدة، ومن أشهر أفكاره أو الفكرة الرئيسية اللي الكتاب بيدور حواليها بيتكلم في إنك لازم دايما تأكواير مور أسيتس وتتخلص من اللايبيلتيز بتاعتك. بمعنى إنك لو عندك القدرة إنك تشتري بيوت على سبيل المثال وتأجرها، الإيجار اللي داخلك ده مصادر دخل جديدة، فكده معناه إنك نوعت مصادر دخلك. الفكرة التانية إنك تقلل اللايبيليتيز، بمعنى لو افترضنا إن عندك
في بيتك 3 عربيات على سبيل المثال، كل عربية منها بتصرف بنزين وبتصرف صيانة، فلو 3 عربيات دول بقوا عربية واحدة ده معناه انك كده قللت من مصروفاتك. في افكار تانية مفيدة في الكتاب. المؤلف روبرت كيوساكي ليه كتاب تاني اسمه Business of 21 Century. انا لما قرأت مقدمة الكتاب ده اتصدمت، لان اكتشفت ان الكتاب ده بيدعو لفكرة التسويق الشبكي. التسويق الشبكي ده لو حضرتك ما تعرفوش، ده صورة اخرى من صور النصب، انه يحاول يبيع لك منتج ويقول لك جند ناس تحتك علشان تقدر تحقق ارباح، والناس اللي تحتك مطلوب منها تجند ناس تانية، وهكذا. انا هنا مش هدف ان انا احاول اشرح ايه هو التسويق الشبكي. التسويق الشبكي اعتقد كلنا سمعنا عنه، واغلب الناس عارف ايه هو التسويق الشبكي وقد ايه هو صورة من صور النصب اللي كلنا لازم نتجنبها. بس الفكرة اللي انا عايز اكدها هنا ان زي ما في كتاب كويس للمؤلف ده، هو برضو عمل كتاب تاني بيدعو فيه لصورة من صور النصب. فدي بتأكد فكرة انك لازم دايما تنوع مصادر معرفتك. ما ينفعش تبقى انت في كتاب واحد او في شخص معين بيبقى هو مصدرك الوحيد للمعلومة. لازم المعلومة تبقى جاية من كذا مكان، ويبقى في عندك تحليل نقدي للمعلومة، وهل المعلومة دي بتميك سنس، وهل الناس التانية متفقة معاها ولا لأ. فدي نقطة رئيسية هنقدر ناخدها as خط دفاع برضو لينا ضد النصابين. حيلة تانية من حيل النصابين اللي بتوقع ناس كتير، وهي ما تسمى بالفومو. فومو بالعربي معناها الخوف من ضياع الفرصة، بالانجليش هي fear of missing out. بمعنى ايه؟ انا خايف ان انا اضيع الفرصة دي. كم مرة انت سمعت حد بيقولك دي الفرصة الاخيرة، او باقي 3 اماكن، او دي الحاجة لو ضيعتها هتندم طول عمرك، مش هتلاقي زيها تاني. بيحاول يخليك تقرر بسرعة، مش عايزك تاخد وقتك انك تحاول تفهم وتقرر بهدوء ايه هي النقطة دي، هل الموضوع ده مفيد فعلا ولا لا. فدي حاجة احنا لو واخدين بالنا منها، ان احنا دايما لازم نحاول نفهم البيزنس، نحاول نفهم فعلا دي مفيدة ليا ولا لا. دي هتضيع على النصابين فرص كتير، دايما هيحاولوا يحطوك تحت ضغط لازم تقرر حالا. في نقطة تانية حابب اتكلم عنها، انه مهما كنت واعي او مثقف او مطلع متابع لاخر الاخبار، في لسه فرصة انه يتم النصب عليك. لان كل القصص اللي احنا اتكلمنا عنها او كل الطرق اللي النصابين بيتبعوها دي طرق حصلت في الماضي. بمعنى ايه؟ ان كان في شخص عمال بيفكر ويدور على طريقة ازاي ينصب على الناس. بنفس المنوال ممكن يبقى في شخص في الوقت الحالي بيدور على طريقة جديدة علشان ينصب على الناس، وممكن تبقى انت ضحية من ضحاياه بسكيم جديد محدش سمع عنه قبل كده. فانت لازم دايما تبقى شكاك. او اكبر مثال اللي ممكن اي حد يتنصب عليه مهما كان واعي هو اسحاق نيوتن. اسحاق نيوتن العالم العبقري اللي فيه ناس كتيرة شايفاه ممكن يبقى اذكى انسان عاش معانا على الكوكب. ليه مقولة مشهورة بيقالها بعد ما خسر جزء كبير من فلوسه، ان انا دايما اقدر اتنبأ بحركة الكواكب والنجوم، لكن ما اقدرش اتنبأ بحركة البشر، او لكن ما اقدرش اتنبأ بتصرفات البشر. وبما اننا بنتكلم عن اشهر النصابين، ما ينفعش ما نتكلمش عن بيرني مادوف. بيرني مادوف ده اشهر نصاب في تاريخ وول ستريت. الشخص ده قدر يدير بونز سكيم لمدة 30 سنة ومحدش قدر يكتشفه. سرق من ناس، من مؤسسات، من بنوك اكتر من 64 مليار دولار. تخيل، من ضمن ضحايا بنوك ضخمة زي بنك HSBC. قدر يدير السكيم بتاعه لفترة طويلة ومحدش قدر يكتشف ان هو في النهاية عبارة عن بونز سكيم. وفي سنة 2008 لما حصلت الأزمة العالمية والناس كلها عايزة تطلع فلوسها من البنوك، الناس راحت تطلع فلوسها من السكيم بتاعه، واكتشفوا في النهاية خالص ان مفيش اي استثمار، وهو عبارة عن ان هو بياخد فلوس المستثمرين الجداد يديها للمستثمرين القدام، والناس خسرت فلوسها. الشخص ده اتحكم عليه ب150 سنة سجن ومات في السجن.
والنقطة الأخيرة والأهم هي إن إحنا إزاي نحمي نفسنا. هحاول أأكد على النقطة اللي إحنا قلناها في خلال الفيديو. يعني كان أول نقطة الأرقام لازم تبقى منطقية، ومفيش أرباح مضمونة، أو there is no free lunch in finance. النقطة التانية اللي إحنا قلناها برضو شرحناها في الفيديو هي نقطة إنك لازم تحاول تفهم قبل ما تستثمر. وتفهم قبل ما تستثمر معناها إنك تاخد معلوماتك من مصادر مختلفة. يعني تفهم البيزنس اللي انت هتخش فيه وتفهمه من كذا مصدر مختلف. لان زي ما قلنا في الفيديو ان ممكن شخص يبقى عامل كتاب مفيد عن البيرسونال فاينانس زي روبرت كيوساكي، وفي نفس الوقت عامل كتاب تاني بيدعو فيه للتسويق الشبكي. دي نقطة رقم 2. النقطة رقم 3 ان احنا لازم نبعد عن السرية بمعنى ان احنا لازم دايما نبقى فاهمين البيزنس، ولازم دايما نبقى عارفين احنا فلوسنا محطوطة في ايه بالظبط. النقطة رقم 4 ان احنا نبقى دايما واعيين ان الشخص النصاب بيلعب على حاجة اسمها فومو، وهي fear of missing out. ان هو من وقت للتاني بيحاول يحسسك انك لو ما اخدتش الفرصة دي هتخسر كتير، انت كده هتضيع فرصة عمرك. النقطة الأخيرة برضه احنا ما اتكلمناش عليها في الفيديو، انك دايما تحاول تتأكد من التراخيص. هل الشركة او الشخص الفلاني ده ورقه مظبوط، هل بيعمل حاجة ليجل ولا الليجل. وبس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو في نقط معينة حابين نتكلم فيها باستفاضة ممكن تقولوا لنا عليها. شكرا.